يا صديقي المشاهد، اخبارك ايه؟ انا دلوقتي عشان اقدر اعمل خطوة فعلية في طريق ان انا ادخر من المال بتاعي وازاي اقدر ادير المال بتاعي. فانا دلوقتي هفترض ان انا معايا 100 جنيه. ال 100 جنيه ديت هخرج كده، هطلع كده الآلة الحاسبة بتاعتي، وبال 100 جنيه ديت هطلع 10% رايحين الادخار ده، يعني ال 10% اللي خارجين من ال 100 جنيه دي وليكن 10 جنيه. اصبحت ال 10 جنيه دي انا مش هصرفها في اي حاجه خالص، دي هتفضل معايا طول السنه ادخار، طول السنه. وفي 5% مجرد ان هم خرجوا من ال 100 جنيه، ال 5% دول رايحين صدقه على طول، ما بيقعدوش، بيتصرفوا على طول. وبعد كده في 10% او 15 او 20 على حسب ما انت ما تقدر تحددها. ال 20% دول رايحين حاجه اسمها الديون. الرقم بتاع الديون ده بيفضل معايا لحد ما يوصل لرقم معين، بقدر ان انا اسد مثلا 100 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه، بيوصل معايا لرقم بسد بيه الديون ايا كانت الديون الموجوده عليا. ولكن ده بيبقى سيستم: 10% ادخار، 5% رايحين صدقه، و10% او معايا مثلا 20 او 25، المهم ان انا ما بتعداش ال 25% من الرقم بتاع الديون. وفي نفس الوقت في 10% ترفيه. الترفيه ده ان انا برفه على نفسي، اكله كويسه، خروجه كويسه، حاجه كويسه كده بستمتع بيها. و10% تانيين رايحين للتعلم. يبقى انا عندي ادخار للمدى الطويل، وعندي الصدقه، وعندي حاجه للرفاهيه، وعندي حاجه